السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. قرار حسام حسن يمنح الأهلي فرصة ذهبية قبل السوبر المحلي، خطوة نحو اللقب. ساهمت اختيارات حسام حسن مدير فني المنتخب مصر الأول لقائمة الفراعنة خلال الأجندة الدولية المقبلة لخوض مباراتي موريتانيا في منح فرصة كبيرة للجهاز الفني الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتحضير الجيد لخوض منافسات كأس السوبر المحلي الذي يقام في الإمارات خلال الفترة المقبلة. حسام حسن يستبعد 4 لاعبين من الأهلي. شهدت حسام حسن قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي موريتانيا ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا 2025 في المغرب، ضم 5 لاعبين فقط من الأهلي، هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، مروان عطية، وأحمد كوكا. وقرر حسام حسن في استبعاد 4 لاعبين من الأهلي من المعسكر المقبل، إذ لم تشمل قائمة الفراعنة أكرم توفيق وإمام عاشور وياسر إبراهيم وعمر كمال. وقرر حسام حسن في استبعاد 4 لاعبين من الأهلي من المقرر إذا لم تشمل قائمة الفراعنة أقول أكرم توفيق. ماشي. ويمنح استبعاد رباعي الأهلي فرصة للجهاز الفني المارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر لتجهيز لاعبين بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة والاستعداد لبطولة السوبر المحلي. وتنطلق بطولة السوبر المحلي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ويلاقي الأهلي نظيره فريق سيراميك كليوباترا على استاد محمد بن زايد يوم 20 الأحد 20 من نفس الشهر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وحال فوز يخوض النهائي يوم 24 أكتوبر. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.